تخيل معايا إنسان كيبان ناجح، قدوة ومحبوب في المجتمع، كيدرب الشباب وكيعطي الأمل للأجيال، ولكن ورا هاد الصورة كيتخبى وحش كيستعمل الثقة باش يوصل للأبرياء. وهذا ماشي قصة فيلم، هذه حقيقة. بيدوفيليا انحراف خطير كيستهدف الأطفال وكيخلي الضحايا يعيشوا جروح نفسية ما كتبراش. السؤال هو اللي كيبقى، كيفاش كيخطوا هاد الناس؟ واش ممكن نميزوهم قبل ما يفوت الأوان؟ اليوم غادي نحكيو على واحد من أشهر القضايا اللي صدمات أمريكا، جيري ساندوسكي، ومن بعد غادي نغوصو في العقلية ديال البيدوفيل، وأخيرا والأهم كيفاش نحميو ولادنا من أي ساندوسكي آخر. ساندوسكي مدرب كرة القدم الأمريكية، تزاد في 1944، عاش حياة عادية وبنى سمعة ديال رجل ملتزم وناجح، كان محبوب في الملاعب وكيبان عليه نموذج مثالي. ولكن ورا الستار كان كيعيش حياة مزدوجة، استغل مدارس وجمعيات باش يقرب للأطفال، واستعمل المكانة ديالو كدرع كيخبي وراه أسراره السوداء. في 2012 السحر تقلب على الساحر، تحاكم بعشرات التهم والحكم كان السجن مدى الحياة. سؤال محير هو كيفاش هاد الناس كيفكروا؟ واش دماغهم مختلف علينا؟ كيفاش ممكن إنسان واعي بمكانة عالية في المجتمع وحتى مكانة عادية كيبان متزن وأحيانا حكيم والناس كتطلب منه نصائح يخبي وراه عقلية إجرامية خبيثة؟ هاد الشيء اللي خلى العلماء يديروا أبحاث علمية ونفسية على دماغ هاد الناس. الأبحاث النفسية كتبين أن البيدوفيل ما كيشوفش الطفل بنفس الطريقة اللي كيشوفوا بها الناس الطبيعيين. بالنسبة ليه الطفل ماشي كائن صغير محتاج رعاية وحماية، بل كيتحول في المخيلة ديالو لشيء مثير أو مصدر إشباع. هذا الانحراف مرتبط بخلل في نظام المكافأة في المخ، منطقة اللي كتحكم في الرغبات والدوافع. الدراسات العصبية كتشير أن النشاط الدماغي عند البيدوفيليين كيتحول بشكل غير طبيعي تجاه صور وأفكار متعلقة بالأطفال، حين النشاط عند الشخص السوي كيكون مرتبط بأقرانه البالغين. هذا الخلل كيحول الاتجاه الجنسي لمسار غير طبيعي وكيخلي الطفل يتحول في ذهنهم إلى موضوع رغبة عوض ما يكون إنسان بريء. ثانيا كاين ضعف واضح في التعاطف. الدماغ الطبيعي كيستجيب لألم الآخرين بمناطق محددة مرتبطة بالتعاطف بحال القشرة الجبهية الأمامية، لكن عند البيدوفيل الاستجابة كتكون ناقصة أو منعدمة، بمعنى أن الألم اللي كيسبب للطفل ما كيوصلش بنفس الحدة. هذا النقص في التعاطف كيعطيه القدرة يكمل السلوك بلا ما يحس بالذنب الحقيقي. ثالثا خاصنا نهضروا على آلية التبرير. بزاف من البيدوفيليين كيستعملوا خطاب داخلي باش يسهلوا على راسهم الجريمة، بحال انا غير كنعلم الطفل معنى الحب او هو كان موافق. هاد التبريرات هي جزء من آليات دفاعية معروفة في علم النفس، كتمكن الشخص من تقليل الإحساس بالذنب وتطبيع السلوك المنحرف في ذهنه. في حالة جيري ساندوسكي هاد العناصر كلهم بانوا بوضوح. استعمل استراتيجية طويلة المدى مبنية على الجرومين. الجرومين هو مصطلح كيتستعمل في مجال علم النفس والجريمة، وكيرمز لواحد العملية تدريجية كيستعملها البيدوفيل باش يربح ثقة الطفل وأحيانا حتى ثقة عائلته أو في الغالب قبل ما يبدا يستغلو جنسيا. هاد العملية ما كتجيش مباشرة بل كتمر عبر مراحل. أولا الاقتراب وبناء الثقة، يظهر أنه شخص طيب ومساعد وحتى محبوب من طرف العائلة. ثانيا كيبدا بتقديم الهدايا والاهتمام، كيوري للطفل الجانب اللي كيبغيه، كيلعب معاه، كيعطيه هدايا صغيره باش يولي عنده شعور بالامتنان تجاهه. ثالثا خلق علاقه خاصه، كيخلي الطفل يحس انه مميز مقارنه بالاخرين، بحال الا عنده صديق سري. رابعا العزل التدريجي، كيحاول يبعد الطفل عن رقابة الكبار، يقدر يدير السبة أنه بغاه يسافر معاه أو يديه المكان وعنده شي حاجة خاصة بالنسبة لذاك الولد. كتكون عنده طريقة إقناع بحكم الثقة اللي عاطيه العائلة، وغالبا ما كتوافق العائلة تخلي الولد يسافر مع هاد السيد، أو مش بالضرورة يسافر، ممكن يخرج معاه، ممكن أن العائلة مستحيل تشك في هذا الشخص. في الأول كيبدا بملامسات صغيرة بريئة، بحال
يجرد الطفل من الحدود الطبيعية حتى يوصل للانتهاك الجنسي. من بعد كيستعمل معاه التهديد، كيخوفو، كيحسو بالذنب، كيقولو مثلا الا عاودتي هاد الشي هذا الناس كامله غتكرهك، او غادي نادي لك شي حد من عائلتك. بمعنى اخر الجرومين هو تلاعب نفسي مدروس، الهدف ديالو هو كسر الحواجز النفسيه والجسديه ديال الطفل. حنا كاولياء من الواجب اننا نكونوا واعيين بهذا الامر ونردوا البال مع ولادنا ونوعيوهم. ما تخليش ولدك مع شي حد وحده بلا ما تعرف عليه مزيان. علم ولدك على الحدود ديال الجسد ديالو. كاينين شي اماكن حتى حد ما عنده الحق يقيسهم من غير الام، وممنوع لاي حد يبوسهم او يلمسهم بدون موافقتهم. علم ولدك يصارحك باي حاجه كانت، باش الا حتى وقعات يجي عندك ويعاود لك. راقبوا حسابات السوشيال ميديا، ما تخليوش الاطفال يتواصلوا مع ناس ما كيعرفوهمش. ملي تعرفوا الحقيقه ما تسكتوش، سيروا عند الشرطه وديروا التقرير ديالكم باش تحبسوا هذا المجرم وما يمشيش يدير جرائم اخرى لاطفال اخرين. وفي الاخير احنا اللي بيدينا نحبسوا المجرم ولا نخليه يتمادى ويزيد ينشر جرائمه في المجتمع.